سعود عبد الحميد انتقل لروما الإيطالي في صفقة تعتبر تاريخية، وهذا أصلا إذا ما كانت هي أقوى صفقة في تاريخ اللاعبين السعوديين. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم بمقطع جديد. قبل ما نبدأ في مقطعنا الأسطوري أتمنى منك الدعم عشان نوصل لأكثر من 5000 مشترك إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. في البداية خلينا نقول انه احتراف لنادي كبير ومهم، وطبعا هذا الشيء ممكن يفتح المجال لكثير من اللاعبين الموهوبين في السعودية ان شاء الله. وايضا قيمة صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال لروما الايطالي هي 2.5 مليون يورو فقط، وقيمة سعود عبد الحميد الإجمالية السوقية هي 4 مليون يورو. ولكن المهم حاليا مو كم أخذ الهلال من الصفقة، وزي ما شفنا أصلا الهلال جالس يفاوض كانسيلو، يعني الهلال يقدر يحل هذه المشكلة، واللاعب أصلا ما يبغى يجلس في الهلال. يعني باختصار المهم إنه سعود عبد الحميد يقدم مستوى كبير مع روما إن شاء الله، لأنه كل الأنظار حتكون عليه، وغالبا راح يتم الحكم على اللاعبين السعوديين من أداء سعود عبد الحميد مع روما في مبارياته القادمة. سعود عبد الحميد في الموسم الماضي لعب 32 مباراة مع الهلال في الدوري، سجل فيها 3 أهداف وصنع 5، وهذا غير عرضياته وتمريراته اللي غالبا ما تكون سبب في الكثير من أهداف الهلال، أو حتى تدخلاته اللي أيضا غالبا ما تمنع الكثير من الأهداف. على فكرة سعود عبد الحميد لاعب عنده مميزات كثيرة، منها انه دفاعيا وهجوميا ممتاز جدا، وايضا اللاعب عنده حس جيد جدا نوعا ما في المهارات، وشفنا له لقطات كثير وبعضها جاء منها اهداف. واذا قدم نفس المستوى واقوى ان شاء الله راح ترتفع قيمة السوقية بشكل كبير بكل تأكيد، خصوصا انه في دوري يعتبر ثالث اقوى دوري في العالم. في النهاية نتمنى كل التوفيق لسعود عبد الحميد مع روما في الدوري الإيطالي، وإن شاء الله يمثل السعودية خير تمثيل قدام أنظار العالم. وأهم شيء كالعادة قبل ما نقفل مقطعنا أتمنى منك الدعم اللي ممكن يوصلني الهدف الحالي، واللي هو 5000 مشترك إن شاء الله. وبس كذا كل وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. شكرا للمشاهدة، ومع ألف 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 سلامة.